فلول ولا مش فلول؟ طب يعني ايه فلول؟ احزاب جديده طالعه توافق عليها. وجهتين نظر قدام هذه المساله. وجهه نظر بتقول هذه الاحزاب هي استنساخ للحزب الوطني القديم، وبالتالي يخرج عليها او يطلق عليها لقب الفلول. طيب الحزب الوطني القديم كان فيه حوالي 2 مليون او 3 مليون وفي ناس كتير، بيطلع السؤال: هل كل من كان في الحزب الوطني هو فلول؟ على اي الاحوال النهارده طلع قانون الغدر او قانون العزل السياسي بيحدد فيه المسألة بشكل واضح، لكن هيظل المعنى السياسي بغض النظر عن المعنى القانوني هو سؤال مطروح، ومن المهم ان احنا نفهمه، ومن المهم ايضا ان احنا نعرف وجهتين النظر المختلفتين. من المهم ان احنا نقدر نقبل بعض، وحتى اذا اختلفنا، ما هو مش القبول لا يعني عدم الاختلاف، ولكن القبول يعني ان في النهايه ان هناك قطعه ارض اسمها جمهوريه مصر العربيه يعيش عليها مجموعه من المواطنين. هؤلاء المواطنين هل ليهم يا ترى حقوق متساويه ولا لا؟ ممكن حد يقول طب هؤلاء هم من افسدوا وعاثوا في الارض فسادا وكانونا نعاني 30 سنه فاتت. سؤال مطروح وجواب مطروح وعلامه استفهام من غير اجابه. هنحاول النهارده مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده ومع حضراتكم ان احنا يمكن نوصل لاجابه. خلونا نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا. في البدايه يشرفنا ان يكون معنا استاذ معتز محمد محمود، امين تنظيم حزب الحريه. برحب بيك استاذ معتز. بشرفنا ايضا ان يكون معنا الدكتور صلاح حسب الله، وكيل مؤسسي حزب المواطن المصري. اهلا بيك دكتور صلاح. ايضا يشرفنا ان يكون معنا الاستاذ اسلام لطفي، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره ووكيل مؤسسي حزب التيار المصري. اهلا بيك استاذ اسلام. وهينضم الينا بعد قليل الدكتور حسن نفعه، استاذ العلوم السياسيه، وبالتالي هيكون عندنا يعني وجهه نظر واضحه. خلينا نبتدي مع الاستاذ اسلام ونفهم ليه حضراتكم عندكم تحفظات على بعض الاحزاب اللي موجوده في الساحه، وشايفين ان كيف يكون التصرف تجاه هذه الاحزاب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. التحفظات ان هو الاحزاب، بعض الاحزاب اللي طلعت كثير من رموز وقيادات الحزب الوطني وكوادره دخلت الاحزاب دي، استخبت في الاحزاب دي، بتحاول تعمل نوع انواع غسيل التاريخ لنفسهم داخل الاحزاب دي، باعتبار ان هي احزاب ما بعد الثوره، وان هم يعني تبع الثوره، وان هم كانوا ضد الفساد بس كانوا واخدين على كل هذه النغمات. انا شايف ان الموضوع يعني هو تركيبه غلط على بعضها. يعني لو كان العزل السياسي صدر بعد الثوره وبناء على مطالب الناس، يعني كان كتير من الناس اللي مارست افساد وهم اعضاء او رموز او كوادر او قيادات في الحزب الوطني، كان حمد ربنا ان هم ما اتحبسوش، ولكن هم اتسابوا. طلع قانون الاحزاب الاول، وبالتالي بداوا يحصنوا نفسهم بان هم يعملوا احزاب ويدخلوا يستخبوا جوه الاحزاب، وكانهم لم يشتركوا في افساد الحياه السياسيه في مصر، وكانهم لم يكونوا جزء من منظومه الفساد، وكانهم لم يكونوا دعامه اساسيه في مشروع التوريث، وكانهم لم يفسدوا على المصريين عيشتهم وصحتهم واقتصادهم وكل شيء. هو ده الموضوع ببساطه. ده الموضوع ببساطه. استاذ دكتور صلاح والاستاذ معتز، المهندس معتز، انا اسف. انا عايز اسمع تعليق حضراتكم. والله اولا بس هي مساله، احنا مش عايزين يبقى كل واحد في مصر يدعي انه يملك الحقيقه المطلقه ويملك اليقين انه السائر وغيره فاسدين وحاجات زي كده. انا اولا ادعي عن نفسي وانا وكيل مؤسسين حزب المواطن المصري انني اولا لم اكن حزبا وطني حينما اسست هذا الحزب، لم اكن عضوا في الحزب الوطني. انا كنت عضوا في الحزب الوطني واستقلت سنه 99، يعني منذ اكثر من 12 عام. وانضممت الحزب المعارض، وهتفنا على فكره يمكن كنت في طليعه صفوف الهاتفين وقت لم يكن يظهر اي ممن نراهم الان ويتحدثون كمعارضين شرسين. يعني هتفت باسقاط النظام وباسقاط الرئيس السابق منذ مطلع 2005 في انتخابات الرئاسه، انتخابات الرئاسيه 2005.
انما في نفس الوقت انا رجل يعني ادعي انني املك فكر ليبرالي. الفكر الليبرالي الذي يقبل الاخر طالما لم يثبت عليه. انا مش انا القاضي، ومش انا المحكمه، ومش انا منفذ الحكم. انا الليبراليه وقبول الاخر تعني انني لا اصدر حكما على الاطلاق بان هذا فاسد. الفاسد بما اقترفه من ذنب، لا يوجد فاسد بالانتماء ولا يوجد مذنب بالانتماء. فبالتالي حينما اسسنا حزب المواطن المصري كنا نقيم من ينضم الى هذا الحزب على سيرته الذاتيه وليس على سيرته الحزبيه. كنا نبحث هل هذا شارك في افساد الحياه السياسيه بشكل او باخر؟ هل هذا مارس عملا غير مشروع بشكل او باخر؟ النهارده القانون على فكره ما جابش سيره حزب وطني، ما جابش بالظبط. تسميه. من يثبت بحكم يعني محكمه حط توصيف، ومن يثبت عليه او ينطبق عليه هذا التوصيف يحاكم سواء كان حزب وطني او مستقل او منتمي لحزب من احزاب المعارضه او منتمي تمام. لجماعه او غيره. وبالتالي استاذ جمال هذا ما طلبنا به، هذا ما طلبنا به. احنا قلنا اذا ثبت ان هناك فاسد فليحاكم ويتخذ ضده اجراء قانوني، ولكن حق الانسان، اي انسان حقه الطبيعي جدا انه يدافع عن نفسه. ليه مثلا انتوا بيطلق عليكم او بيشار اليكم، مش انتوا تحديدا، انتوا مجموعه احزاب ثانيه، هذه الاشاره بان انتوا بتختبئ داخلكم الفلول وبغسيل السمعه السياسيه وكل هذه الامور؟ اقول لحضرتك ليه؟